هاي يا بنات، ازيكم؟ معاكم منار، ميك اب ارتست من اسيوط، صعيديه بقى وكده. في بنات طلبت مني ايه هي الحاجات اللي تحطها قبل ايه، او ازاي مثلا تخلي شكل الفاونديشن يطلع معاها كويس، وايه مثلا الباودر يتحط الاول ولا الفاونديشن، وتظبط ازاي الدنيا مع بعضها، مثلا كونسيلر كوريكتور الحاجات اللي زي كده. فالنهارده هوريكم انا ازاي ببدا خطوات مثلا الميك اب، سواء مثلا ميك اب صباحي او مثلا ميك اب لسهره او يعني مناسبه عندي. ويعني فهو الفيديو هيبقى طويل شويه، ليه؟ لان انا هبدا اشرح لكم ازاي انا اصلا بهتم ببشرتي، ويعني ببدا فيها ازاي مثلا من الصبح او في سواريه او كده، بستخدم من اول ازاي، من اول لما بغسل وشي والترطيب، وبحط خطوات ايه جنب ايه. واخر الفيديو هعمل لكم لوك بسيط خالص بحاجات بسيطه تقدر اي بنت مبتدئه تجيبها، بحيث ان مثلا في الجامعه في الشغل يديها ميك اب حلو وهيبقى سيمبل قوي وجميل في نفس الوقت. طيب، اول حاجه ازاي انا بستخدم، يعني بعمل ايه اول حاجه مثلا اول ما بصحى او قبل مثلا ما بنزل. اول حاجه لازم تغسلي بشرتك، بلاش صابون يا جماعه، بعيدوا عن الصابون. لازم تجيبي غسول يعني مناسب لبشرتك. ليه؟ لان الصابون مضر مش حلو. هاتي غسول واغسلي بيه مناسب لبشرتك. انا طبيعه بشرتي دهنيه، وبتيجي في الشتاء بتقلب مختلطه، فانا بس استخدمت 3 انواع. استخدمت لاروش بوزي وفيشي، دول يعتبر يعني من الانواع الغاليه اللي موجوده في السوق. اللي هو لاروش بوزي اللي هو العلبه الزرقاء، والفيشي اللي هو الاخضر. وكمان بعد كده دلوقتي بقى بستخدم اللي هو ايه توبيجين. طب انا مثلا ليه ما كملتش في اللاروش بوزي وفيشي؟ لان بصراحه ما حسيتهمش عملوا اللي هو المفعول الواو. يعني مش عارفه، بس ما حسيتهمش. يعني ممكن الناس ممكن هتشكر فيهم، بس انا ما حسيتهمش. ده برضو يا جماعه اختلاف اراء واختلاف اذواق، اللي هينفع معايا مش هينفع مع غيري. تمام. طيب انا بستخدمه اللي هو ده توبيجينت. تمام، لو انتوا شايفينه. اوكي، هو ليه كده فرشه سيليكون من فوق. تمام، اهو. اوكي، وهو ده بيبقى، وهو لما بيطلع زي اللي هو ايه، زي رغوه كده. يعني اول ما بيطلع اللي هو ايه زي رغوه، ما بيطلعش على السائل اللي هو موجود فيه خالص. تمام. دي اول حاجه انا بعملها بعد ما انا بغسل وشي بالغسول. تمام. باجي بقى بعد كده ان انا لازم اقفل المسام بتاعتي. فانا بعمل ازاي؟ بستخدم مثلا تونر. طيب التونر دلوقتي غالي. بعمل ايه؟ عندك ميه ورد. تمام، تيجي بيها وتمسحي وشك بقطنه. تمام. ما عندكيش ميه الورد، هاتي حته تلجة وامسحي بيها وشك، هيقفلك المسام. كده اول خطوه يعني خلصناها. نيجي بعد كده بقى ايه، اسيب وشي مثلا 5 دقايق. بعد كده اجي الترطيب. اهم حاجه يا جماعه الترطيب. ليه بقى؟ خصوصا كمان ان احنا في الشتاء، يعني صيف او شتاء، لازم الترطيب. علشان لو انت جيتي حطيتي فاونديشن وما كنتيش مرطبه كويس، يعني هيعلق معاكي في المناطق الجافه. يعني انا مثلا في وقت الشتاء يعني بشرتي دهنيه بس بتيجي وقت الشتاء بتقلب مختلطه، فالمنطقه دي بتبقى عندي جافه، وبيجي بيعلق بيها، يعني بيعلق فيها الفاونديشن، فمش بيبقى حلو. تمام. وبيطلع كده يعني منظره مش لطيف، يعني لازم ترطبي كويس. طيب انا بستخدم اللي هو بيبنسين. تمام، لو شايفينه. اوكي، ده بستخدمه، ده حلو قوي 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 لاي واحده بشرتها دهنيه. يعني مش، لا، مجرد ما تحطيه على طول هتمتصه البشره، وتحطي حتى منه كميه قليله هتمتصه على طول، مش هتلاقيه مثلا ملزق او حاجه، لا 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 خالص. يعني مجرد ما بتحطيه يعني بيعمل مفعول زي الفل معاكي. تمام. جيت مثلا انا حطيت البيبنسين ولسه في مناطق حساها مش مظبطه، ودي خطوه حلوه قوي للبنات اللي هي مثلا نفسها في برايمر وما يكونش غالي، وفي نفس الوقت هيثبت معاها الميك اب فتره كويسه. هو مش هيقفل المسام عندك. يعني معظم البشره المصريه هنا المسامات، لا، هو هنا مش هيقفل المسام عندك. بس هو ميزته ان هو بيحتوي على جليسرين. هو طلع في يعني زي كده افتكاسه كده في الفتره الاخيره، او نزل في فتره ان هو نيفيا من، ايوه، ايوه، اللوشن اللي هو او بلسم بعد الحلاقه، ايوه ده بستخدمه. هو مرطب جدا، وهو عباره عن زي لوشن كده، بمجرد ما بتحطيه لا بتمتصه البشره برضو، وحلو جدا. بحطه مثلا ممكن هنا، يعني لو مثلا مرطبش قوي معايا كويس البيبنسين، بس هو بيعمل ترطيب كويس البيبنسين. فبحطه برضو بيعمل مفعول حلو، وده ممكن مثلا تحطيه في الصبح كترطيب، وكمان انك تثبتي الميك اب فتره اطول. طيب بالنسبه بقى يا جماعه عشان ما انساش الاسعار، دوا كان ب95. تمام. البيبنسين هو بيقعد فتره طويله، ده يوم ما جبته كان ب60.
دوا يمكن ب65 70. هو دلوقتي كل حاجه غليت، فمعرفش بصراحه وصل كام ده دلوقتي. تمام. طيب بعد بقى ما رطبت، اجي بقى ان انا مثلا عايزه استخدم فاونديشن. تمام. طيب اول حاجه، لو انت عندك تصبغات او مثلا عندك حاجات في وشك، مثلا زي مثلا هالات سودا هنا، عندك حبوب حمراء، بلاش يا جماعه تحطوا الفاونديشن في الاول، بلاش. تمام. لان الفاونديشن بمجرد ما انت هتحطيه على الهالات السودا ده هيقلب معاكي رمادي، فبلاش خالص. لازم في الاول نستخدم له حاجه اسمها كوريكتور. معلش، فين نسيت حاجه. قال لي كمان الكوريكتور لو انت عايزه برايمر هيسد لك المسام ويظبط معاكي، وهيبقى حلو كمان انك تستخدميه في المناسبات. وانا بصراحه جربته وبصراحه كان اختراع. يمكن انا بالنسبه لي احلى من اللي هو بيبي سكين بتاع ميبلين. اماندا اللي هو بتاع اللي هو الاخضر، اللي هو برايتنج برايمر. هو منزلين منه 3 انواع. الابيض ده ما حسيتوش عمل حاجه، والاحمر برضو. الاخضر ده كمان بيساعد كمان لو الناس عندها حبوب حمراء، ده لان الاخضر بيكنسل اي حاجه حمراء، والاورنج بيكنسل اي حاجه اللي هي زي الرمادي او الهالات السوداء. تمام. فالاخضر ده هيبقى حلو قوي وهيقفل معاكي المسام. ده جربته عليا وعلى كذا حد، هيقفل معاكي المسام وهيبقى حلو قوي ومش هيجير. على فكره ان في ناس قالوا لي بيجير، لا ما جيرش خالص معايا. وبرده ممكن تكون بشرتهم مش مظبط فيه، بس انا بصراحه يعني انا لما جربته عليا وجربته على كذا حد من اصحابي، لا مظبطه زي الفل. تمام. نيجي بقى لخطوه الكوريكتور. لو انا بستخدم ويت اند وايلد، تمام، كفر اول دي. تمام. دي والله مش فاكره، كنت جايباها ب180 170 بصراحه. مش هي فوق ال100 وحاجه، هي 100 وحاجه. برضو اماندا ده كنت جايباه فاكراها كان ب130. تمام. وده لو حد عايز يعرف انا جايباه منين، انا ده جبته من محل جولييت في اسيوط. دي بقى حلوه جدا. هي فيها 4 الوان. تمام. فيها الاخضر والاحمر واللي هو مثلا على مشمشي، وده هايلايتر. تمام. الاخضر بيكنسل اي حاجه حمراء، يعني انت لو عندك حبوب حمراء حطيه على المناطق. وبلاش يا جماعه وانت بعد ما تيجوا تحطوه وتيجي تحطوا الفاونديشن تروحوا ماسحين كده. هوريكم الخطوه دي. لو انت مثلا عندك الاحمر، لو عندك حبوب حمراء الاخضر بيكنسلها، ولو عندك هالات سوداء الاحمر بيكنسلها. تمام. ممكن تخلطي ما بين الاحمر والمشمشي، ان انا اوقات بخلط ما بين ده مثلا لو استخدمته لحد بيبقى حلو جدا. تمام. ده لو انت عندك هالات محتاجه، لا هاتيه. لكن لو ما عندكيش بلاش يا جماعه تستخدموه كل يوم. تمام. طيب بعد ما انا مثلا خلصت الكوريكتور، باجي بقى بحط الفاونديشن. طيب انا في قدامي كذا نوع من الفاونديشن. لو انت مثلا واحده في الصبح، انا واحده من الناس بكتفي يا دوبك بالسان بلوك بتاعي وخلاص. تمام. في مثلا واحده لا عايزه مثلا يديها مثلا لون، ممكن مثلا في مثلا زي اللي هو لاروش بوزيه. تمام. دوا هعمله لكم وهجيبه لكم وانا بحط اللوك الصباحي. تمام. فاستنوا لغايه اخر الفيديو. وفي انا بتاعي بحطه بحيث ان ممكن ما يدينيش لون، لكن مثلا لو ناس عايزه لون، في اللي هو لاروش بوزيه. بس انا لاروش بوزيه بصراحه ما نفعش معايا، بس نفع مع مامتي. تمام. وفي كمان مثلا ممكن البيبي كريم. انا كان عندي اللي هو يعني جايبه بيبي كريم، هو بتاع حد قريب يعني، من زوان، بس هو كان الدرجه فاتحه وانا بصراحه ما حسيتوش يعني عمل حاجه. يعني هو في نسبه SPF 30، بس هو تغطيته خفيفه جدا جدا يعني، وهو اصلا زي الميه. بصوا يعني هو زي الميه. تمام. فلا ما اقتنعتش بيه قوي صراحه. تمام. لو انت بقى عايزه مثلا حاجه تنفعي مثلا الصبح لو رايحه مثلا الشغل وكده، وحاجه برضو تنفع في المناسبات، ممكن عندك قدامك اللي هو الموس بتاع اسنس. لو انت بشرتك دهنيه زيي، انا جبته بصراحه حلو جدا. بس ما تحاوليش تحطي عليه بودر كتير لان ساعتها هيكلكع معاكي. يا دوبك حطي مثلا بودر خفيف قوي. تمام. عند المنطقه مثلا ممكن بتاع يعني بتفرز دهون، وده مثلا وقت صيف، لكن في الشتاء لا هيفي معاكي بالغرض وهيبقى حلو. هو كان وقت الشتاء بيعلق معايا هنا، بس ماشي كان بيمشي لان انا ما كنتش بصراحه في الجامعه بحط كتير منه. تمام. في كمان اللي هو ميبلين دريم ساتن ليكويد ده. بس ده بصراحه البشره الجافه علشان ما اكدبش عليكم، فاللي هو اهو ده. لكن للبشره الدهنيه لا، اللي هو ميبلين سوبر ستاي
ده البشره الدهنيه، ده بصراحه جبته كنت فاكراه البشره الدهنيه بس اتسكيت فيه. تمام. بس مثلا ممكن بستخدمه مثلا اخلط معاه مثلا فاونديشن فول كفرج عادي، هيمشي معايا. ده برضو سعره كويس يعني. بس اسنس ده لما كنت جايباه كان ب100 وحاجه يمكن. تمام. وبرضو الميبلين برضو هتلاقوه 100 وحاجه. ماشي. لو انت بقى عايزه بقى تغطيه عاليه، بس انا ما انصحكيش بصراحه انك تستخدمي تغطيه عاليه كمان كل يوم. كل يوم تغطيه عاليه يعني انك انت بتخلي الوش ما يتنفس. تمام. انك بتحطي طبقه كده الوش مش بيتنفس كمان مع الشمس، ده هيعمل تفاعلات. هو اصلا فاونديشن مهما كان ان هو ماركه ونظيفه برضه هو كيميكال اصلا. تمام. فما تحاولوش تستخدموه كل يوم، لا استخدموه يا دوبك بس في المناسبات. فانت مثلا لو عايزه حاجه تغطيه عاليه، في كاتريس اتش دي ليكويد كفرج. تمام. ده حلو قوي، انا بستخدم منه زيرو اللي هو درجه 30، وكمان جايبه درجه 20. تمام. مثلا يعني انا جايبه اللي بتلاقي عليا اللي هي 30، وفي جايبه مثلا 0.20 علشان لو يعني مثلا ايه لو يعني لحد عميل عندي او كده. تمام. طيب بعد مثلا ما خلصت من خطوه الفاونديشن، صح، الفاونديشن بقى بحطه ببرش عندي. تمام. اللي هي مثلا كابوكي براش مثلا زي كده، مثلا كابوكي براش زي كده. تمام. وبعد كده بالبيوتي بلندر. برضو البيوتي بلندر عشان نسيت اجيبها دلوقتي، فهجيبها وانا بعمل اللوك الصباحي ليا. بعد ما خلصت من خطوه الفاونديشن هاجي بقى عندك يعني لازم هتغطي الهالات اللي هنا. تمام. بعد ما احنا خلصنا كمان يا جماعه الفاونديشن، معلش عشان نسيتها، لما تيجوا بعد ما انتوا حطيتوا الكوريكتور وتسيبوه تستنوا مثلا 5 دقايق، بعد كده تيجي تحط الفاونديشن، ما تجوش تمسحوا كده، لا بلاش كده، طبطبوا. تمام. يعني مثلا ايه يعني اعملوا كده ماشي، وبعد كده ارجعوا طبطبوا عليه بالبيوتي بلندر. تمام. طيب بعد ما انا خلصت خطوه الفاونديشن، هاجي للخطوه الثانيه، ان انا عايزه مثلا اعمل هايلايت او اللي هو مثلا عند الهالات السوداء. تمام. طيب في حاجتين، في الكامافلاج. الكامافلاج ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن حاجه اتقل من الكونسيلر وبتداريلي العيوب. طيب انا جايبه الكامافلاج ده، بس انا الكاموفلاج ده ما انصحش بيه ان حد يستخدمه كاستخدام يومي. ليه؟ طب حد هيجي يقول لي طب انت مثلا جايباه ليه وانت مش بتستخدميه؟ طيب لا، انا جايباه مثلا علشان شغلي. ليه؟ لان انا بنظف بيه بس حوالين الحاجب، ما بعملش بيه حاجه اكتر من كده، لا بحطه من تحت ولا اي حاجه. ليه؟ لانك انت الكاموفلاج تغطيته عاليه، بس لما باجي بحطه هنا بيعلق. انا كرأيي لما جيت استخدمته كذا مره هنا بيعلق يا جماعه، مش بيبقى حلو، حتى مهما كنت مرطبه مش بيبقى حلو. طيب فده بلاش يا جماعه تستخدموه استخدام يومي. ولو واحده مبتدئه انا ما انصحهاش انها تجيبه، يعني مش هيفيدك. تمام. ممكن تجيبي مثلا حاجه انا كنت يعني بستخدمها زي فلورمار. ماشي. الدرجه بتاعتي فيه 02، ده كونسيلر تغطيته متوسطه وحلو وبيمشي زي الفل. تمام. لو عايزه حاجه بقى تغطيه اعلى مثلا كمناسبات، في اللي هو كاتريس ليكويد كامافلاج. تمام. انا عندي الدرجه بتاعته لايت ناتشورال رقم 5. تمام. ده التغطيه برضو بتاعته حلوه قوي. ماشي. وده بتهيألي سعره كان 110، كان نازل برضو عليه تخفيضات في ام بي على ما اظن، وكان في جولييت، بس انا جبته. فهو في 3 محلات عندنا، انا بتعامل مع ميك اب ومع جولييت ومع ام بي، بس دول مش بعمل لهم اعلان ولا حاجه يعني، انا بقول بس علشان لو الناس مش عارفه فين الاماكن، لان الاماكن دي موثوق فيها، انا بثق في الاماكن دي. اماكن تانية ممكن تبيع لك حاجات، لان ميبلين يا جماعه بقى فيها بيتضرب، واسنس بقى فيها مضروب كتير. تمام. بعد بقى ما خلصت ده كله باجي بثبت بباودر. طيب انا عندي مثلا نوعين باودر او مثلا 3 انواع باودر. طيب يا جماعه انا عندي 3 انواع من الباودر، يعني هما نوعين 2 بس ماركتين مختلفتين. تمام. ونوع تاني مختلف. طيب اول حاجه هنبدا مثلا مثلا من الرخيص. مثلا عندي بتاعه ويت اند وايلد اللي هي كفر اول، دي الدرجه بتاعتي كانت فيها لايت. تمام. هي دي ماشي، هي اوريدي اصلا يعني خلصانه عندي. تمام. دي هتديكي تغطيه تمام بسيطه. كنت بثبت بيها مثلا الفاونديشن بتاعي، بس ما عجبتنيش قوي يعني صراحه. طيب ايه تاني؟ مثلا جوردانا دي كانت يوم ما جبتها كانت ب100 ممكن، مش فاكره الصراحه.
جوردانا دي برضو حلوه تمام. انا درجتي فيها، هي مش عارفه الدرجه اتمسحت ولا لا، درجتي فيها 0.2 ناتشورال تمام. برضو دي هتديكي تغطيه. دي يا جماعه ممكن تستخدموها مثلا تبلوا الاسفنجه وتستخدموها يعني تحطوها على طول، بس دي لو استخدمتيها على طول بالاسفنجه ان هي مبلله هتفضل على طول كده. انا كنت بستخدمها اللي هي ناشفه، وبجيب وبحط بيها الباودر بتاعي. برضو كانت كويسه، ما كنتش بحبذ ان انا احطها لوحدها. كانت ممكن بتعلق معايا اوقات في الاماكن الجافه. بس كويسه يعني لحد ما كويسه. كنت بيها بثبت بيها الفاونديشن، كانت برضو كويسه تمام. انا بقى بالنسبه لي اللي كانت احسن، ودي بصراحه اللي بنصح بيها البنات، واقول لكم ليه السبب، اللي هي بتاعه اسنس اول اباوت مات. دي كنت جايباها لسه يعني حاله من ام بي، وكان يعني عاملين عليها تخفيض حلو قوي. طب ليه انا مثلا بنصحكم مثلا بدي، مثلا ما انصحكوش بدي، بالاثنين دول؟ ليه؟ دي شفافه. يعني دي هي بيضه، بس لما بتيجي تتحط هي مش بيضه، هي شفافه. يعني بمجرد مثلا ما باجي مثلا اعمل كده تمام، خلاص يعني بصوا، هو انتوا ايه، بصوا هنا كنتوا شايفين ان في ابيض، بس بمجرد ما مسحت خلاص هي شفافه. فدي ميزتها في ايه؟ انك انت لما بتيجي تعملي الفاونديشن بيبقى درجه لونك تمام، وبتيجي تعملي الكونسيلر بيبقى افتح. طيب لو انت جيتي علشان تثبتي تمام، فانت كده هتحتاجي تو باودرز. ليه؟ لانك انت لو استخدمتي اللي هي درجه لونك، اللي هي مثلا اللي هي العاديه، اللي هي اللون تمام، دي هتغمق هنا. عشان اكون صريحه، لان انا حاولت كذا مره اجربها برضو هتغمق هنا، لان انت لما تيجي تثبتي هنا بنفس الدرجه اللي هي اصلا درجه لونك، اللي هي درجه الفاونديشن، فانت الاحسن لك هاتي الشفافه. كده كده هتستفيدي بيها ان انت تثبتي كل وشك، وتستفيدي بيها ان انت تثبتي تحت العين. طيب بعد ما انا يعني كده الفيديو اللي انا لخصت لكم فيه ايه بالظبط اللي انتوا تحطوه، وايه بالظبط اللي انتوا تعملوه. طيب في كمان واحده سالتني قالت لي على الكونتور الكريمي او الكونتور الباودر. طيب الكونتور الكريمي عشان اريحك مش هينفع، لو انت مبتدئه مش هينفع انك تستخدميه. ليه؟ لان هو حاجه بني، يعني بصوا هو ده هنا بني، يعني هو ده انا جايباه يمكن زي كده برونزر، بس هو يعني انا كنت جايبه الدرجه اللي هي الوسط تمام، بس هو بيبقى اغمق من كده، هو بني. فانك انت لو ما كنتيش تبقي بروفيشنال مش هتعرفي توزعيه. ليه؟ لانك انت مثلا بتيجي بتحددي بيه الخدود هنا تمام، وتحددي بيه المناخير. فانت لو ما كنتيش بروفيشنال وهتعرفي انك تبداي بقى تطبطبي وتبداي توزعي كويس، هيقلب لك الوان. عشان بس اريحك تمام. فالاسهل وانت مبتدئه استخدمي الباودر مريح قوي، ومش بيحتاج دمج كتير، مش بيحتاج شغل كتير، وسهل انك تستخدميه. وكمان هقول لكم على فكره بسيطه، بدل ما انتم مثلا تروحوا تجيبوا ماركات غاليه تقدروا انكم تستخدموها. ده بقى بالنسبه للجزء اللي هو ازاي انا بهتم ببشرتي. وقلت لكم كل المنتجات اللي انا مثلا بستخدمها، سواء ممكن حاجات مثلا بستخدمها مثلا في شغلي، حاجات ليا انا كشخصيه تمام. نيجي بقى بعد كده ازاي انا مثلا بعمل اللوك بتاعي تمام. اللوك بتاعي يا جماعه، انا اول حاجه غسلت وشي وحطيت اللي هو البيبنسين تمام. طيب بعد كده بعد ما بحط البيبنسين برجع بحط الصن بلوك بتاعي. انا الصن بلوك بتاعي اسمه سلنترا تمام. ده كنت جايباه ب170 بصراحه. ده يا جماعه انا بشرتي دهنيه وارتحت معاه جدا اكتر من لاروش بوزي. بصوا انا كنت جايبه اللي هو لاروش بوزي ده، بصراحه ما ارتحتلوش جدا، ويعني من صيدليه العزبي، بس انا ما ارتحتلوش، حسيته بيدهن وشي، وهو في اللي هو درجه اللي هو الترا لايت تمام، بس ما ارتحتلوش. انا ارتحت بصراحه للسلنترا ده، حلو قوي تمام. هوريكم ازاي انا بقى بستخدم. انا باجي وانا هنا كترت تمام. اوكي بعد ما انا خلاص حطيت انا خلاص كده حطيت الصن بلوك بتاعي. طيب عايزين انتوا بقى حاجه مثلا هتديكي مثلا تغطيه تمام. طيب انا مثلا افرض ان انا مثلا جبت فاونديشن غالي تمام، عايزه مثلا استخدمه الحاجتين، بس في نفس الوقت عايزاه مثلا يبقى خفيف قوي. طيب هعمل ايه؟ ان انا بتجيبي نقطه من الفاونديشن بتاعك
تمام. وبجيب بعد كده اللي هو نيفيا، وبحط برضو منه نقطه، زهقت قوي، زهق قوي. تمام. بصراحه ده انا لسه بجربها معاكم. اوكي والله حلوه. يا سلام على ريحه النيفيا، لا كأني لسه واخده شاور حلاقه، بس حلقه دقني، انما ايه زي الفل. ما هتخلص يا عم الحاج اهو. بس شكرا. ثانك يو. ثانك يو. معلش يا جماعه، هو الفيديو طويل وبايخ، وانا ممكن اكون بتكلم كتير، بس ايه والله حلو. رغاية، انا حتى في البيت رغاية وما بسكتش. ايه رايكم في البلياتشو ده؟ على فكره يا جماعه، انا دي شكلي غلطت وجبت الدرجه اللي انا بستخدمها كمان في شغلي، فزي الفل. زي الفل يا جماعه، زي الفل. صح يا جماعه، انا على الجروب بتاعي حاطه صور ليا وانا عامله الميك اب، وعماله اتحلل للناس على موديل مش لاقيه. مفيش واحده تنفع موديل في اسيوط حتى. تمام. ايه رايكم؟ بصوا هي التغطيه، بصوا بسيطه وحلوه، مفيش كلام اهو، زي الفل يا معلم. تمام. ممكن مثلا اجي بستخدم مثلا، ممكن اللي هو بتاع فلورمار، انا هدينا هستخدمه قدامكم ماشي، هو راح عليه الزمن وقال بس انا يا جماعه ما بحبش استخدم كونسيلر كتير 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 كتير. ايه رايكم؟ تمام. بصوا كمان انا هوريكم حاجه حلوه. تمام. من نفس الكونسيلر، نفس صباع الروج، لياطي يا حبيبتي. والله يا جماعه انا الفرش دي جبتها وسعرها رخيص، وانا كنت فاكره انها هتطلع وحشه، بس الصراحه عجبتني بصراحه، ناعمه قوي. مش عارفه ايه ده، والله احنا شعب غريب بنموت ورا الغالي. خلاص يا عيني. بس اهو يا جماعه. تمام. يعني انا في الاول الكونسيلر مثلا وانا اللي بيخليني مثلا اعمله بالفرشه عشان مش عايزاه يبقى عالي قوي يعني. انا خلاص كده يعني. وكمان انا الحمد لله يعني ما عنديش هالات اللي هي الفظيعه. تمام. باجي انا حواجبي، يعني زي ما انتم شايفين انا حواجبي هي اصلا كده كده غزيره يعني، فمش محتاجه. تمام. فانا يا دوبك بس بسرحها الصراحه، يعني انا مش هكدب. تمام. ده طقم الفرش، ده طقم بصوا لسه جايباه كده، هعمل لكم للجروب، هعمل لكم، هقول لكم يعني على الجروب، لو انتوا عايزين الجروب اللي انا جبت منه قولوا لي. تمام. هي مش عارفه دي شكلها دي مش بتاعه الباودر، نجيب دي للباودر، حلوه دي، نجرب دي للباودر. تمام. لياطي يا حبيبتي لياطي. بصوا يا جماعه، للعلم ان انا كنت في حاسبات اصلا ماشي، وكنت مجتهده يعني بزياده، فجيت في السنه الاخيره او السنه ونص الاخيره كنت فوزي الصراحه، كنت نيله خالص. تمام. بعد ما انا خلاص كده ظبطت، انا بقى باجي بقى ايه، بصوا في روجاجو انا بصراحه عجبني، وهو تغطيته خفيفه، اللي هو بتاع شاو. تمام. زي الفل ويافي باي غرض. ماشي. دي الفرشه دي من طقم تاني. بضحك. اضحكي يا اختي اضحكي. طيب لو انت بقى عايزه بقى تعملي بقى كونتور، كونتور ليكي، تمام، كونتور مثلا بسيط للصبح،
انا ممكن اي باليت شادو يا جماعه، اي باليت شادو بس مطفيه. اوعى تحطي الشمر اللي هو اللي فيه لمعه، الناس هتقول عليكي مش لطيفه خالص. عارفه فوزيه بتاعه المسرحيه؟ هتبقي فوزيه. تمام. ممكن تعملي مثلا كبرونزر على كونتور. انا عندي دي باليت اسمها بيوتي جلاس، ده هعمل لكم عنها كمان ريفيو. تمام. باخد مثلا الدرجه اللي هي البني على مثلا على في جزء مثلا اورنج كده، وبعمل بيه. الله عليا. تمام. ما تحاولوش بقى تكتروا بقى ايه من ناحيه المناخير. ماشي. المناخير بقى لو عايزين بقى تحديد كما قال الكتاب. تمام. هاتي فرشه دنج. تمام. وهاتي البتاع البني على الاورنج العسل الحلاوه ده. اوكي. وحطي هنا بقى بصوا الخطين، لو كل ما تقربي الخطين من بعض تمام كل ما الدنيا هتبقى معاكي في العسل كده. كل ما تقربي الخطين من بعض كل ما المناخير هترفع يا جماعه. المناخير كل ما هتقربي كل ما المناخير هترفع، وهيديكي لوك حلو قوي. تمام. في بلد يا جماعه كمان بتتباع صغيره، بيبقى فيها مثلا ايه مثلا زي ويت اند وايلد. هجيبها واعمل لكم عنها ريفيو، هعمل لكم ان شاء الله ريفيو عن مثلا في حفله التخرج بقى، مثلا ازاي تعملي مثلا لوك الصبح وتقدري تحوليه لليل. استنوه ان شاء الله. ويا جماعه لو عجبكم ان انا اعرف اعمل فيديوهات قولوا لي عشان افتح قناه لليوتيوب بقى وكده. شغل دلع. صعيده وصلوا يا جماعه. تمام. من نفس برضو الالوان اللي انا استخدمتها، ممكن اخد البني مع مثلا مع الاحمر وكده. تمام. اوكي. اللي هو مع اللون الاورنج اللي انا استخدمته، وهعمل بيه اللي هو زي عند كسرة العين. تمام. بديها بس كده زي بروز شوية. مش بكتر بصراحة يا جماعة اكتر من كده علشان ما تقفريش الصبح. اوكي. باجي بقى المسكرة بتاعت مس ليان، حلوة قوي 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 للاستخدام الصباحي. تمام. هاجي اوكي. واو. تمام. في بقى انا بقى بصراحة من عشاق الهايلايتر. او ماي جاد الهايلايتر ماي لاف. تمام. باجي بقى بتاع اللي هو بتاع اسنس اللي هو بتاع سو جلو. تمام. وباجي بصراحة بحط هنا. ممكن تستغني على فكرة يا جماعة عن الخطوة دي، مش لازم يعني، مش لازم. مش هتموت يعني لو ما جبتهاش، وخصوصا ان اسعار الميك اب بقت في زي الفل. تمام. وبحط مثلا عند المدمع. اوكي. تمام. باجي بقى اللي هو بالايلاينر اللي هو بتاع ان برخيص بالنسبه لبنات كتير، وهينفع يا جماعه للاستخدام الصباحي. تمام. بمشي خط كده. بصوا يا جماعه هبص في المرايه، عايزين تشوفوا طريقه استخدام للمبتدئين علشان انا ايه بعيده. مش بقولك بعيده.
تمام. ايه رايكم في المزه مزه صياديه سعوديه، ايه زي الفل. تمام. كده ما تبقاش بقى غير الروج. انا في باليت جبتها من ليب باليت من عند MN. هي بصراحه جيت اجربها، انا افتكرتها ان هي تدي بقى مات وكده، لا انا لقيتها خفيفه قوي، فبصراحه حبيتها ان هي ممكن استخدمها كاستخدام صباحي او في الشغل بتاعي، ان انا احط بيها مثلا بعد المات لو انا مثلا عايزه اديله سنه لمعه كده. تمام. آم، الفرشه مش لوجاتها. تمام. باجي انا بستخدم مثلا الدرجه دي. في مثلا يا جماعه لو مش عايزين MN وعايزين حاجات اصليه، في اللي هو مثلا زي سيبال اللي هو درجه كولر رقم 02 فلير 70 فلير. ده حلو قوي برضو. بصوا يعني انا مثلا لو فكرت احط لكم منه. طيب تمام. هو يا جماعه بصوا لونه حلو قوي، اللون الروز، بس هو مش عارفه الاضاءه مش مطلعه. اوكي. وممكن بقى ايه لو انا بقى ما عنديش اللي هو، وفي كمان واحد من ويت اند وايلد اللي هو روز باد برضو. ويت اند وايلد برضو حلوه، ماركه حلوه جدا. تمام. ده بقى هيديكي هو ده سنه مط، لكن ده لا ده مش مط ده يا جماعه. تمام. ده بقى مثلا هاجي اروح ممشيه عليه. اوكي. في كمان يا جماعه خطوه نسيت اقولها لكم انا بعملها. لما باجي بيبقى عندي مثلا مناسبه او كده، او حتى ممكن مثلا الصبح. الفازلين يا جماعه، بصوا الفازلين ده، شايفين الفازلين ده تحفه للشفايف. ليه؟ انا باجي وقت بعد ما انا مثلا باجي بحط ال المسترايزر بتاعي او المرطب بتاعي، باجي بروح احط منه شويه على الشفايف. بيبقى يعني. وبعد كده لما باجي بقى اجي احط روج اروح مسحاه. تحفه، لا بجد تحفه يا جماعه. الشفايف حتى لو انت مش عامله لها سكراب او كده، لا بينعم الشفايف خالص وبيبقى حلو جدا. وبستخدمه للناس اللي بعمل لها. ده كان فيديو النهارده، هو فيديو طويل. تمام. هقول لكم من اول بدايه ايه هبدا اقسمه. يا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم لايكات بقى كتير. تمام. ولو واحده من اسيوط ربنا يكرمها تيجي هعمل لها موديل. ماشي. عشان عماله بسرع بموديل. تمام. باي. يلا بقى باي. قولوا كتير بقى باي باي.